دكتور انا حرقي ضعيف، دكتور انا جسمي ما بينزلش. كل الناس بتشتكي دايما ايه اللي يزود الحرق. انا عندي مشكله في موضوع الحرق، ومهما عملت من انظمه دايت ما بنزلش. ازاي ازود الحرق في جسمي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده النهارده. معاكم الدكتور عمرو ابو العينين، استشاري التغذيه العلاجيه. هو يعني ايه حرق في الجسم اصلا؟ يعني ايه جسمي بيحرق او ما بيحرقش، زياده ولا قليل؟ الجزء الفرن اللي مخصوص للحرق في الجسم حاجه اسمها الميتوكوندريا. ده جزء موجود جوه الخليه، هو ده الفرن بتاع الجسم اللي بيدخل فيه الاكل اللي احنا اكلناه دوت عشان يتحرق ويطلع لي الطاقه. طيب الميتوكوندريا دي زي اي حاجه في جسمنا، ايه اللي ممكن يبوظها ويخلي الحرق عندي يقل؟ اول سبب كلنا بنعمله من غير ما ناخد بالنا هي انظمه الدايت اللي مش ماتشنج مع ظروفي الصحيه. بمعنى اي حد فينا بيتزنق يقول لك انا هعمل دايت بكره الصبح، يجيب ورقه من على النت، يجيب ورقه من واحد صاحبه، ويبدا يمنع كل حاجه تقريبا. بمعنى اخر يعني انا عايز اخس 10 كيلو في اسبوع عشان ابقى انا ويل دان وحد جامد جدا. تمام؟ ده مش صح، لان انت لما بتعمل كده جسمك بيبدا يحس ان هو محروم من حاجات كتير جدا، فيبدا هو نفسه يقلل الحرق عنده، ويبدا هو اي اكل بيدخل له بعد كده هيخزنه. فتلاقي نفسك في الاول اول اسبوع او اتنين وزني بينزل بسرعه جدا، وبعد كده حصل لي ثبات في الوزن ووزني ما عادش بينزل، وابقى مش عارف ايه المشكله وايه السبب. فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. ممنوع اي انظمه دايت قاسيه تاثر عليا وعلى جسمي وتقلل الحرق عندي. ايه الحاجه التانيه اللي بنعملها برضه؟ ابقى عارف كويس قوي ان انا ما عنديش مشكله مرضيه مأثره على الحرق عندي. زي ايه المشاكل المرضيه دي؟ زي الغده الدرقيه، فلازم بعمل تحليل الغده اتاكد ان ما عنديش مشكله. الحاجه التانيه زي مقاومه الانسولين، وكنا اتكلمنا عنه قبل كده، لان لو عندي مقاومه انسولين اكيد طبعا الحرق عندي هيبقى قليل لو ما عالجتهاش. طب ايه الحاجه الثالثه المهمه جدا عشان تزود الحرق؟ الميه. ايوه فعلا الميه مهمه جدا بالنسبه لنا. ناس كتير جدا بتهتم بنوعيه الاكل وكميه الدايت وكم سعر حراري واكل ايه وما اكلش ايه، وناسي موضوع الميه. جسمنا من غير ميه مش هيعمل عمليه حرق. كل العمليات الحيويه في جسمي محتاجه ميه، وبالتالي حضرتك لو ما شربتش الميه الكافيه لجسمك، جسمك مش هيحرق وهيخزن ميه، فيبقى عندك وزن زياده عباره عن ميه. طيب ايه الكميه الكافيه دي؟ هنحسبها بطريقه سهله قوي، 30 مللي لكل كيلو جرام من وزنك. اضرب وزنك في 30 مللي يطلع لك قد ايه تاخدهم في اليوم ميه. فالميه عامل مهم جدا. الحاجه الثالثه والمهمه، ما تحرمش جسمك من الدهون الصحيه. الدهون مهمه جدا جدا. ما تتخيلش انت كل مشكلتك هو اللبن، اخد فول كريم ولا اخد سكيمد. مش هي دي القضيه خالص. الدهون عمرها ما بتزود وزن. الدهون الصحيه مش هتزود وزنك. الدهون الصحيه مهمه جدا لجسمك، لان هي بتدخل في تركيب الهرمونات بتاعت الجسم. وبرده في فيتامينات مهمه قوي اللي هي الفات سولوبل فيتامين. جسمنا محتاج الدهون عشان تدوب فيها، زي فيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين اي. من غير الدهون مش هيحصل امتصاص للفيتامينات دي. الحاجه الرابعه اللي هنتكلم فيها هي الرياضه. ممارسه الرياضه ايا كان، حتى لو ماشي، بزود الكتله العضليه. والعضلات هي اكتر مكان في الجسم فيه الميتوكوندريا المسؤول عن الفرن اللي احنا قلناه في الاول خالص، مسؤول عن الحرق. اخر حاجه عايز اقولها، لما تنزل وزن عشان تتاكد انت ماشي صح ولا غلط، اعمل انبادي. لما تعمل انبادي هيظهر لك الكام كيلو اللي انت نزلتهم دول، فاتس ولا عضلات. دي مهمه جدا.